ما الذي يخشاه الطغاة وأذنابهم أيضا من كتاب مثل معالم في الطريق؟ نعم، هذا هو السؤال الجوهري. الطغاة يخشون أي محاولة لتفعيل القرآن، نعم. لتثوير القرآن، للعمل بالقرآن. وإلا فجمال عبد الناصر هو نفسه الذي أنشأ إذاعة القرآن الكريم. نعم. طيب، ما هو إذا القرآن يتلى على الناس دون أن يعرف الناس معانيه ولا أن يعرفوا ماذا يطلب منهم وماذا عن ماذا ينهاهم، نعم. فلا معنى للقرآن. أنت كقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ما هو إذا الناس تسمع القرآن آناء الليل وأطراف النهار ولكن لا تعرف ما الذي يطلبه منهم القرآن، فلم يعد القرآن فعالا. تعرف أن قول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما نعم. والماء فوق نعم. ظهورها محمول. فهنا قيمة كتاب معالم في الطريق أنه إحدى المحاولات، بل المحاولات الثورية القوية لتثوير الإسلام وتثوير القرآن وتفعيل هذه القيم في تغيير الواقع. نعم. وهذه هي خطورة معالم في الطريق وخطورة أمثاله من الكتب. الحقيقة ما ورد في معالم في الطريق ليس تطرفا، ما ورد فيه هو الإسلام بالفعل، ولكن محاولات تدجين الإسلام وتحريفه وانتقاص العمل منه هي التي تنظر إلى هذا المجهود باعتباره يعني خروجا عن الاعتدال. نعم.